الاكتئاب في الكلاب. وقبل ما نبدأ الفيديو علشان يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. ياه، كلمة كبيرة فعلا. هل ممكن أن تصاب الكلاب بالاكتئاب؟ الإجابة ممكن. طب هعرف منين؟ وإيه ممكن يكون السبب؟ هقولك تعرف منين. أما سبب إصابة الكلاب بالاكتئاب فهو صاحبها للأسف، أيوة أنت، وهقولك إزاي. نبتدي بهعرف منين. هتلاقي كلبك حزين، قاعد ما بيتحركش وما عندوش حيوية، أو عنيف وبيهاجم على طول. طب انت السبب ازاي؟ هقولك حاجات انت ممكن تكون بتعملها تخلي كلبك يجيله اكتئاب. ازاي؟ في وشه جامد كتير عمال على بطال بسبب وبدون سبب. ضرب الكلب وخصوصا قدام حد، يعني لو حتى فكرت تضرب كلبك خليها ضربة بالراحة على فخده، مش قدام حد ولا قدام كلب آخر، لأن الكلب ده طفل صغير بيزعل وبيتأثر ويعيط. عدم خروج الكلب للفسحة، لازم تعرف ان الكلب ده كائن اجتماعي بيحب يخرج ويتفسح ويشوف الناس وكلاب، وده هيفرق معاه جدا. الانشغال عن الكلب، يعني مجرد بتحط له الاكل او بتنضف له وتسيبه فترات طويله لوحده، لكن للاسف الكلب بيبقى عايزك تلعب معاه وتقعد معاه اطول وقت ممكن. طبعا انا عارف اننا كلنا مشغولين، لكن طالما قررت تدخل حيوان في حياتك اعرف انه هيبقى جزء من حياتك وانت بقيت كل حياته، فلازم تديله فرصه يشوفك ويلعب معاك. وطبعا ده غير ان لما تسيبه فترات طويله ما تزعلش منه بقى لو عمل مصيبه او كسر حاجه، واعرف ان انت السبب. لو الكلب عيان او مصاب اي اصابه وانت طبعا مسبب له الم وانت مش حاسس، الالم ده يخفض روحه المعنويه جدا وبيخليه اما كسول ومش قادر يتحرك او عدواني. لذلك لازم تفحص الكلب كل فتره بايدك وتعرضه على طبيب بيطري. لو صاحبه باعه او اداه ملجأ لرعايه الحيوانات، ده بقى الكارثه. الكلب ما بيرجعش زي الاول خالص، ممكن يبقى جبان وبيخاف من خياله، ممكن يبقى عدواني وبيهاجم اي حد، لان الكلاب بترتبط بصاحبها جدا. فلو مش هتقدر تربيه ما تشتريش كلب. عرفت بقى ان سبب اكتئاب الكلاب يبقى صاحبه واي سلوك بيعمله الكلب، سواء كان عدواني او حتى تكسير اساس او التبول في اماكن غلط. كل ده سببه حاجة غلط انت عملتها معاه. عشان كده لازم تحاول تحافظ على كلبك، لانك مش هتلاقي حد يحبك زيه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت وشير لحد يهمه الامر.